صباح الخير. النهاردة وصفتنا بسيطة. هنعمل مع بعض حاجة سهلة كده واقتصادية، ومكوناتها موجودة عندنا في البيت، ونفرح أولادنا. طبعا أولادنا بيحبوا الكب كيك. يلا بينا كده نشوف هنعمل الوصفة الجميلة دي ازاي. المكونات معايا بيضتين، ومعايا فانيليا وبيكنج باودر. والبيكنج باودر هاخد منه معلقة كبيرة. معايا ذرة ملح، كوباية وربع دقيق، تلت كوباية سمنة، نص كوباية سكر، نص كوباية لبن، وممكن نستبدل السمنة بالزيت. بدون مضرب كهربائي، انا هستخدم المضرب اليدوي لان الطريقة سهلة خالص. بضيف الفانيليا على البيض، وهفضل اضرب في البيض والسكر شوية لحد ما يبقى كريمي كده ولونه يفتح، لون البيض يبقى فاتح. يبقى عندي كده ابتدي بقى اضيف الاضافات التانية. بضيف السمنة واللبن، وافضل اضرب فيهم شوية كمان، وذرة الملح. وبعد ما خفقت الخليط بالشكل ده وتأكدت ان السكر داب كويس، بضيف الدقيق وهضيفه على مرتين. دي معايا زي ما اتفقنا كده كوباية وربع. بضيف الدقيق وبعد كده بحط معلقة كبيرة بيكنج باودر او معلقتين صغيرين، وبنخل الدقيق. انا كنت نخلاه مرة قبل كده وبنخله تاني. نخل الدقيق حلو، بيدخل فيه الهواء والنتيجة بتاعته بتبقى حلوة. بحط الدقيق واقلبه كويس، وبقلب في اتجاه واحد لحد ما العجين الدقيق يختفي معايا في العجين. وبعد الخليط ما نعم معايا بقى بالشكل ده، طرية كده، عجينتها طرية وحلوة. هبتدي بقى اجيب اي حاجة ننزل بيها العجينة في كوبايات الكب كيك. يا اما اجيب كوباية زي اللي انا جبتها دي عشان اعرف اتحكم فيها، يا اما بمغرفة واوزع بيها الخليط اللي معايا. انا جبت الصينيه بتاعه الكب كيك، حطيت فيها القوالب. وممكن اللي ما عندوش قوالب السيليكون يجيب قوالب ورق. بس لازم يكون عندنا صينيه كب كيك لو هنعمل في ورق. لكن السيليكون ده ممكن يتحط في صينيه عاديه. وهوريكم كمان انا كملت اللي معايا في صينيه عاديه. بعد ما خلصناها تعبية بنضربها كده، نخبطها خبطتين عشان الهواء يطلع منها، وبحط على الوش شوكولات كده. ولازم الكوباية تكون مليانة 3/4، ما نملهاش على الاخر. وهدخلها على فرن درجة حرارته 180 درجة. وبعد نص ساعة بفتح اشوف السوا بتاعها ايه. وده الشكل النهائي بتاع الكب كيك. وده يعني اختلف، يعني انا حطيتهم مع بعض، اللي اتحط في الصينيه واللي اتحط في الصينيه العاديه. السوا بيختلف والشكل بيختلف. يعني انا بوريكم الشكلين. اللي طبعا الشوكولاته نزلت تحت خالص، ساحت ونزلت، وده الشكل كده طالع اسفنجي وحلو. وده الشكل التاني اللي هو سويته في الصينية العادية. طبعا الشكل مختلف والتسوية مختلفة، رغم ان هو في فرن واحد وتسوية واحدة. وانا وريتكم الشكلين اهو مع بعض. يا رب الفيديو يكون عجبكم. ما تنسوش تعملوا لنا لايك وشير واشتراك في القناة.